بقيت الحديد اللي البارومة بتاكله. أنا اللي عليه الحمل كله. أنا اللي كل يوم بحس إني بنتهي شوية بشوية. قسما بالله. انت بقى اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام من القلب. النهاردة معانا قصة مش عادية، قصة من لحم ودم، قصة ممكن تكون بتدور حوالينا واحنا مش واخدين بالنا. قصة واحدة قررت تحكي وتحط الوجع قدامنا، يمكن حد يحس بيها. ارحب بيكي، قوليلي كده، انت مين؟ أنا واحدة لا عاشت طفولتها ولا عاشت أنوثتها ولا حتى عاشت حياتها بمعناها الحقيقي. إحنا من بلد في الأرياف. والدي قبل ما يتجوز أمي كان متجوز واحدة تانية، قعد معاها 10 سنين يمكن 15 من غير ما يخلف، فانفصل عنها واتجوز أمي. وبعد سنين طويلة جابني أنا وأخويا. كان وقتها هو كبر في السن قوي. يعني كنت طفلة ووالدك كبير في السن، ده أكيد خلى حاجات كتير تتغير حواليكي. جدا. كنت بشوفه بيتعب في الأرض وأنا قلبي بيتكسر عليه. فمن وأنا في 6 ابتدائي سبت التعليم ونزلت أساعده أنا وأخويا. بس هو كان دايما مهتم بأخويا أكتر، يمكن عشان كان نفسه في ولد فاداله الاهتمام اللي ما اداهوش ليا. وده وجع إنك تكوني موجودة بس مش عايشة. وما وقفتش هنا، كبرت وبقيت أشتغل مع أبويا وسبت التعليم خلاص. بس أخويا كان بيعاملني زي كأني دخيلة. أنا بتدخل في شغل أبويا عشان بحبه مش عشان أفرض نفسي. كنت دايما عايزة يرتاح بس ما كانش حد شايف كده. طيب وبعد كده إيه اللي حصل معاكي؟ وأنا عندي 15 سنة اتقدم لنا ابن عمي، وافقنا، بس ما كنتش مرتاحة خصوصا بتحكمات أخويا. الموضوع ما كملش، وبعدها جالي واحد من بلد بعيدة قوي. كان الفرق بيني وبينه 17 سنة وأنا سني كان 17. كان عنده مشكلة في ظهره. أهلي كانوا رافضين، بس أنا كنت عايز أهرب من البيت ومن أخويا، فوافقت. يعني الجواز بالنسبة لك كان هروب مش اختيار؟ بالظبط. أنا مشيت من بيت أهلي، دخلت بيت جوزي، لقيتني شايلة بيت كامل لوحدي. أنا معايا 3 صبيان، أنا الأم والأب، أنا اللي بغير اللمبة، أنا اللي بغير الأنبوبة، أنا اللي بعمل كل حاجة لوحدي. مفيش حد بيعاوني، مفيش حد بيسندني. وجوزك بقى بيتعامل معاك إزاي؟ كل يوم تنمر، تريقة، مفيش تقدير ولا حب ولا احتواء. حتى أهلي لو اشتكيت محدش بيقبل حقي ولا بيقف معايا، عشان وافقت على راجل تعبان. بسمع كلام مش بس بيكسرني، ده بيخليني أحتقر نفسي أوقات. بس ماشية عشان ولادي. طب انت فين في كل ده؟ انت لسه موجودة؟ أنا بقيت الحديد اللي البارومة بتاكله. أنا اللي عليه الحمل كله. أنا اللي كل يوم بحس إني بنتهي شوية بشوية. قسما بالله. انت بقيتي مثل لأمهات كتير شايلين البيوت فوق ظهرهم وساكتين، بس النهاردة انت صوتهم. اللي سمع القصة دي للنهاية أنا واثق إن قلبه اتغير. لو تعرف واحدة زي بطلتنا ابعت لها الحلقة دي، يمكن تلاقي نفسها فيها أو تلاقي أمل بسيط وسط الزحمة. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليكم دايما سند لبعض.